تظل الملوخية الأكل الأشهر على موائد المصريين. معظم المصريين يعشقون تناول الملوخية سواء كانت خضراء أو مجففة، والملوخية بتحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات والمعادن اللي بتحمي الجسم من الأمراض الكثيرة. وفي هذا السياق، وفي تصريح خاص للدكتورة شريفة أبو الفتوح استشاري التغذية العلاجية لفيتو، أكدت أن الملوخية تعد من أغنى الخضروات احتواء على الفيتامينات، كما أكدت أن احتفاظ الملوخية عند الطبخ بالمادة المخاطية الموجودة فيها بيساعد في القضاء على الإمساك. وتوضح الدكتورة شريفة أبو الفتوح أن احتواء الملوخية على فيتامين A بيلعب دورا فعالا في تهدئة الأعصاب وتقوية الإبصار وتنشيط ضربات القلب والمساعدة في علاج ضغط الدم المنخفض وهبوط الطاقة والإجهاد الجسدي. كما تؤكد الدكتورة شريفة أن احتواء الملوخية على فيتامين B بيسهم بشكل كبير في حماية الجسم من الإصابة بفقر الدم، كما أنها تمنع تكون حصوات المثانة والكلى والتهابات المسالك البولية. وتتابع شريفة في هذا السياق لتؤكد أن احتواء الملوخية على الكثير من الأملاح المعدنية مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز بيساعد بشكل كبير على ضبط السكر ومكافحة هشاشة العظام.